هلو هلو، ازيكم عاملين ايه؟ جيت لكم النهارده كده بوصفه للرز حلوه جدا. اولادنا كلهم بيحبوه قوي، وكلنا بنخرج بره عشان نشتريه لهم وناكلهم اللي هم بيحبوه. لا، انا النهارده هعمل معاكي الرز الريزو بوصفه سهله جدا وبسيطه. هعمله معاكي بطريقتي واقولك التكات بتاعتي فيه ايه اللي بتخلي التست بتاعه بجد زي الشارع بالظبط، واحسن كمان وانضف. دلوقتي علبه الرز الريزو بقت بمبلغ وقدره. اسعار كده غريبه. طب وليه لا احنا نوفر ونعمله في البيت ويطلع معانا نفس الطعم واحسن كمان. طيب هنعمل ايه مع بعض؟ هنعمل عندي كوبايتين رز، انا غسلاهم ومصفيهم من الميه كويس جدا. وعندي بصلايه كبيره مفرومه. وعندي شويه كده من التوابل ديت هي اللي هتظبط معاكي التست بتاع الرز قوي. عندي من اللي انا هقوله دوت معلقه صغيره. يبقى عندي معلقه صغيره توم باودر، معلقه صغيره بصل باودر، معلقه صغيره جنزبيل. وعندي بقى ايه نص معلقه صغيره قرفه، نص معلقه صغيره كاري، نص معلقه صغيره كركم. وعندي نص معلقه صغيره برضو من ال11 بهار. وعندي قلبين مرقه، مكعبين مرقه دجاج. وعندي بقى ايه اللي هيظبطوا طعم الرز بتاعي جدا، وهو دوت اللي هيدي الطعم بتاع المحلات بالظبط. عندي معلقتين كبار كاتشب ومعلقتين كبار باربيكيو. يلا بقى نعمله كده مع بعض في منتهى السهولة. واوعدك ان انت جربي الطريقة ديت، ان اشتريتيه تاني من بره بحق هيطلع معاكي حلو جدا. يلا نبتدي بقى مع بعض المقادير واحدة واحدة. جبت بقى الحلة بتاعتي على النار كده، وهبتدي ان انا حطيت فيها كده معلقتين زيت، لحد ما ايه يسخنوا معايا كده شوية. الزيت بتاعي ابتدى ان هو يسخن، هعمل ايه؟ هنزل بالبصلاية بتاعتي اللي انا فرماها، وهبتدي ان انا اقلب فيها لحد ما البصله تدبل معايا. انا مش عايزاها تاخد لون يا جماعه، انا عايزاها بس مجرد انها تدبل معايا. انا بعمل ايه دلوقتي؟ بشوح البصله بتاعتي. واول ما ابتديت ان انا احط الحله اصلا بتاعتي على النار، حاطه على العين التانية كوبايتين ميه يغلوا. انا عامله كوبايتين رز عليهم كوبايتين ميه. الرز المصري بتاعنا تسويته بالظبط بيحتاج لكل كوبايه رز كوبايه ميه واحده. فانا حاطه كوبايتين الميه يغلوا على النار. اهم حاجه تكون الميه او الشوربه بتاعتي تبقى سخنه، ما ينفعش اعمل الرز بميه بارده. انا بشوح اهو البصله لحد ما لونها يدبل معايا. خلاص كده زي ما قلت لكم، انا مش عايزه البصله بتاعتي تاخد لون، انا مجرد انها دبلت معايا. هنزل بقى التوابل بتاعتي كده كلها، وهبتدي ان انا اشوحها مع البصله بتاعتي لحد ما الفليفر بتاعهم اشمه، لحد ما الريحه بتاعتهم تطلع معايا. نشوحهم اهو كويس. خلاص يا جماعه ريحتهم طلعت معايا اهو، الريحه حلوه جدا. اخر حاجه هنزلها معلقه الكاتشب الكبيره، معلقتين الكاتشب ومعلقتين الباربيكيو بتوعي. تيجي ان انا اقلبهم كده كويس مع بعض. الريحه خطيره بجد. تيجي ان انا بس يندمجوا كده مع بعض. وهعمل ايه؟ هنزل كميه الرز بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. هشوحهم كده مع بعض لحد ما الرز يسخن معايا. انا ما حطيتش ملح ليه؟ انا حاطه قلبين مرقه دجاج، فهشوف الرز بتاعي بعد ما ازود الميه الملح بتاعه عامل ايه. احتاج ملح احط الملح عشان ما يبقاش حادق معايا. خلاص كده حلو جدا. فضلت اشوح في الرز لحد ما سخن معايا. هنزل بقى بايه؟ بمعيار الميه اللي انا زي ما قلت لكم حطاه يغلي وانا ببتدي اعمل الحاجه. زي ما قلت لكم انا دقت الميه بتاعتي لقيتها انها عايزه سنه ملح بسيطه، ضفتها. وهقلب كويس جدا وهغطي وهدي عليه النار خالص معايا ربع ساعه كده لحد ما يستوي، وافتح عليه واوريهولكم. تعالوا بقى نعمل مع بعض الصوص اللي بيتحط على الرز من فوق عقبال ما الرز يستوي معايا. عندي ايه؟ عندي دي معلقه كبيره كده عسل. وعندي 3 4 معالق كده باربيكيو، انا بحب الباربيكيو يبقى الطعم فيه زياده وبيبقى طعمه احلى. وعندي معلقتين كده كبار كاتشب. وعندي ده ايه؟ ربع معلقه صغيره صويا صوص ومعلقه كبيره خل. وعندي شطه. هبتدي ان انا اعمل ايه بقى؟ هبتدي ان انا اضيف الباربيكيو بتاعي. بسم الله. واضيف الكاتشب. وابتدي ان انا اضيف الخل والصويا صوص بتوعي. الخل مع الصويا صوص مع العسل بيديله اللذعه اللي هي سويت اند صور كده. وشويه شطه، هو بيبقى سبايسي، مش عايزه تعمليه بشطه ما تعمليهوش. وابتدي ان انا اقلب المكونات دي كده كلها مع بعض. اهو يا جماعه شايفين قوامه؟
يطلع معاكي حلو جدا وطعمه سويت اند صور، نفس الطعم بتاع المطاعم بالظبط. عملته معاكم بمنتهى السهوله. يلا بقى بينا نشوف الرز اللي على النار اخباره ايه. شايفين بقى يا جماعه الرز طالع رهيب ومفلفل ومبهر. انتوا شايفين طالع نفس لون المحلات. على فكره بتاع المحلات يا جماعه ما بيبقاش لونه اصفر، هو بيبقى نفس اللون ده بالظبط. عشان كده انا قلت لك نص معلقه كركم ونص معلقه كاري صغيره هي اللي هتدينا اللون ده. هغرفه بقى كده ونقدمه مع بعض. ادي اهو الرز بتاعي، شايفين الجمال يا جماعه. بعد ما غرفته هبتدي بقى ان انا احط كده الباربيكيو صوص معاكم. جربوه هيطلع وهمي جدا تحفه اهو. وعندي بقى هنا تشيكن ستريبس، هتلاقوا الوصفه بتاعته محطوطه على اليوتيوب، ارجعوا شوفوها. طعمه برضو زي الجاهز بالظبط. هرصه كده معاكم. فين الجمال يا جماعه، شايفين رهيب. اكيد طبعا كلنا عارفين احنا بنشتري العلبه دي بكام في الشارع. عملت معاكم الرز الريزو والصوص بتاعه بمنتهى البساطه. جربيه هيعجبك جدا جدا جدا. هستناكي تجربيه وتقولي لي رايك فيه ايه. ما تنسيش تعملي سبسكرايب ولايك للقناه وتفعلي الجرس. باي باي.